بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا. والنهارده ان شاء الله هنتكلم على سمكه من اخطر سمكات البحر المتوسط، سمكه البلامه. سمكة البلامة معروفة برضو باسم سمكة الترخين. الترخين ده جاي من اسمها العلمي اللي هو اصلا تراشينس، وهي من عيلة اسماك ويفر، والاسم ده اصلا معناه افعى. وانت حتى لو بصيت لاسمها العلمي تراشينس هتحس ان هو شبه كلمة طريشة اللي هي معناها بالصعيدي افعى. عيلة الويفر او عيلة اسماك البلامة في منها 9 انواع على مستوى العالم، منهم 4 في البحر المتوسط، والفروق بينهم بسيطة. يعني مثلا هتلاقي واحدة الناشئ اللي على جنب جسمها عبارة عن شرط، هتلاقي الثانية مثلا الناشئ اللي على جنب جسمها عبارة عن نقط سودة كبيرة، هتلاقي الثالثه الناشئه اللي على جسمها عباره عن رسمه كده مكرره اكن جسمها منقرش، اما الرابعه هتلاقي الرسمه اللي على جسمها عباره عن خطوط بني بالطول مقطعه. سمكه البلامه اكتر حاجه بتميزها ان جسمها ما فيهوش قشور، وعينيها هتلاقيها دايما من فوق، والزعانف بتاعتها داير ما يدور حوالين الجسم. بس كل ده مش مهم، المهم جدا بقى الاشواك السامه الموجوده في جسمها. في اشواك سامه موجوده في جسمها بالذات في اول الظهر، في اول الظهر فوق الراس هتلاقي كده ايه مجموعه اشواك لهم اسود، بيبقى عددهم من 5 ل 8 اشواك، غير ان في الجنب جنب الخياشيم كل جنب فيه شوكه سامه. هنا بقى لازم نتكلم شويه عن السم الموجود في سمكه البلامه. مره كنت بصطاد على الشاطئ في نفس المكان ده كده بالظبط، في نفس المكان ده، في نفس المكان اللي واقف فيه، كنت رامي بالسناره على جوه، بس الريح كان عالي وسحب السناره على الجنب شويه، سحب الطعم والحاجات والرصاص والكلام ده. فانا وانا بلم السناره بدل ما تيجي من وشي لا جايه من الجنب، جايه من هنا كده. وبعد كده شايف الرصاصه ماشيه على الرمله وعامله خط، في حاجه فضيه عماله تنط من وراها، مره واحده راحت الحاجه الفضيه دي ايه وقعت كده قدام شويه، قلت يبقى اكيد ايه سمكه وقعت من السلاح. فحطيت سنارتي ورحت ان انا اجيب السمكه دي، فلقيت سمكه البلامه وشفتها بس ما كنتش اعرفها. لقيتها واخده وضع الاستعداد، واقفه كده مكانها، والشوكه بتاعتها زي الصوره كده بالظبط، والشوكه بتاعتها لفوق وجاهزه. وطبعا انا ما اعرفهاش، فبسلامه نيه خالص بمد ايدي اكتشفت ان هي نطت بحيث ان هي تحط شوكتها في ايدي. طبعا اول مفاجاه الواحد اتفاجئها هي اعراض الشوكه بتاعت سمكه البلامه. دلوقتي انت عندك انواعين من الاعراض، اللي هو العرض بتاع الشوكه نفسه وعرض السم نفسه. الاعراض بتاعت الشوكه عباره عن ايه؟ الشكه، رغم ان هي الشوكه صغيره وتبان ان هي مثلا لو دخلت في الجلد هتعمل زي شكه الدبوس او لسعه النحله، لا هي شوكتها مش كده خالص، شوكتها قويه جدا، تحس ان حد ضربك بالفاس على ايدك، اكن في وجع منتشر في الايد بشكل كبير جدا، مش منظر حاجه صغيره قرصتك، لا اكن في حاجه كبيره ضربتك في ايدك. والالم بيبقى صعب جدا ان هو يحتمل، وبيبقى فعلا يعني حاجه صعبه جدا انك انت تعيش بيها يعني. ده بالنسبه للاعراض اللي هي الشوكه نفسها. طب ايه اعراض السم نفسه؟ اعراض السم نفسه عباره عن حمى وسخونيه شديده ودوخه، ممكن توصل للاغماء، وممكن تستمر لاكتر من يوم، ممكن توصل ل5 ايام الاعراض دي لو السمكه كبيره. السؤال هنا بيقول هل سمكه البلامه ثبت ان هي قتلت انسان قبل كده؟ لم يثبت ان سمكه البلامه قدرت تقتل انسان قبل كده مهما كانت حجمها، ما دام الانسان ده صحيح ما عندوش اي مشاكل صحيه. لكن لو هو انسان مريض وعنده مشاكل صحيه وقرصته بلامه كبيره، ممكن الاعراض تبقى كبيره عليه وتتسبب في الوفاه. طيب لو انت قرصتك سمكه البلامه او شكتك، ايه تتصرف ازاي؟ اول حاجه لازم تعملها تعمل كمادات ميه سخنه لمده 15 دقيقه. ده لان السم بتاعها زي ما قلت لك بيعمل وجع جامد جدا مكان الشكه، ولازم ان انت تتغلب على الوجع ده عن طريق كمادات الميه السخنه لمده 15 دقيقه. وبعد كده بكل بساطه تركب تاكسي وتروح اقرب مستشفى. لو المستشفى دي فيها مركز سموم هيدوك الحقنه بتاعت العلاج بتاعت سمكه البلامه. طب لو هي ما فيهاش مركز سموم ايه اللي هيحصل؟ هتاخد حقن التيتانوس وتبقى تمام. طب لو انت كبرت دماغك وما عملتش اي حاجه من الحاجات دي، اعراض اعراض السم هتفضل موجوده في جسمك، وهتفضل عندك حراره وعندك اغماء وعندك دوخه لمده طويله جدا، ممكن تستمر 5 ايام حسب حجم السمكه. ولو السمكه اللي شكتك كبيره جدا ممكن تعمل لك حفره في الجلد مكان الشكه. نرجع تاني نتكلم عن سمكه البلامه. سمكه البلامه موجوده في شرق المحيط الاطلنطي وجنوب بحر الشمال والبحر المتوسط والبحر الاسود. سمكه البلامه سمكه ليليه بتنشط بالليل، وطول النهار بتبقى دافنه نفسها في الرمله. ده فيديو بيوضح ازاي بتدفن نفسها في الرمله، وبتبقى دافنه نفسها في الرمله وعينيها بس اللي فوق، ولو لقت فريسه قريبه منها ممكن ان هي تقوم تفترسها عادي، لكن صيدها الاساسي بالليل. غير ان هي من نوعيه الاسماك اللي ما عندهاش مثانه هوائيه، بالتالي هي ما بتقدرش تطفو على وش الميه، لو ما بطلتش سباحه بتغرق. يعني ما عندهاش مثانه هوائيه، لازم تفضل تعوم عشان تتحرك، لو ما عملتش حركه السباحه دي بتنزل على طول على القاع. وطبعا عشان هي بتدفن نفسها واضح جدا ان هي من الاسماك اللي بتفضل القاعان الطينيه والرمليه، وهي من الاسماك اللي روحها طويله جدا. يعني انا مره طلعتها هنا وسبتها على الرمله بتاع ساعه الا تلت ما بتموتش، ما فيش امل انها تموت، لدرجه ان انا يعني قعدت ادفن فيها عشان تموت. بتفضل الاعماق من متر وحتى 30 متر، اقصى عمق مسجل ليها 150 متر، وبتوصل للبلوغ عند طول 12 سم. موسم التزاوج بتاعها من شهر 6 لشهر 8، وممكن يمتد لشهر 10. وبتضع الانثى البيض، والبيض بيقعد 3 شهور عشان يفقس، ولا يقوم اي من الذكر او الانثى بالحمايه، بيسيبوا البيض يفقس مع حاله والصغار تكبر مع حالها. بالنسبه للصيد لا يتم استهدافها في الصيد باي شكل من الاشكال، لكن اللي حصل زي ما قلت لك انا كنت رامي هنا على الشاطئ، كنت رامي على دنيس اصلا، ولقيت لك هي مشرفاني،
فانت لو بترمي على اي قاع رملي او طيني، ما دام رامي في القاع والقاع ده رملي او طيني، فانت بنسبه كبيره سمكه البلامه هتطلع لك. بالنسبه للاكل هي جميله جدا في الاكل وبتتاكل في كل انحاء العالم، يعني مفيش حته في العالم مش بياكلوها. وانت ما دام قصيت الاشواك السامه اللي فوق والاشواك السامه اللي في الجنب بقت سمكه عاديه زيها زي اي سمكه، بتتقلى وبتتعمل شوربه وايت صوص بالكرفس، بقى طعمها تحفه جدا مفيش اي مشكله. وخلي بالك انت حتى لو نسيت انك تشيل الشوك بتاعها اللي فوق واللي في الجنب وسويتها، كده كده السم بتاعها بيتكسر عند درجه حراره عاليه، ولما السم بتاعها بيتعرض لدرجه حراره عاليه بيتحول الى مواد غير ضاره وما فيهاش اي مشكله. بس انت الاحسن انك انت تقص الاشواك السامه اللي فوق وفي الجنب عشان تتعامل معاها بشكل طبيعي. ما تنساش تراجع المصادر تحت الفيديو، تشترك في القناه، الله يبارك لك، وصلي على النبي صلي.